مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم من امريكا. بالصدفه وانا بقلب في اليوتيوب كده لقيت فيلم قديم من اجمل الافلام الحقيقه اللي انا بحبها، فيلم ابن حميدو. الفيلم ده فيه جزء بيضحكني قوي دايما، هو المعلم حنفي ومراته المتسلطه اللي دايما كل ما المعلم حنفي يقول حاجه هي تقول عكسها، والمعلم حنفي يقول لها خلاص كلمتي هتنزل المره دي. المهم في نفس اليوم ده اللي شفت فيه الفيلم او جزء من الفيلم يعني والمعلم حنفي، حصلت حاجة الحقيقة غريبة قوي. في الامم المتحدة تم تبني قرار في الجمعية العامة. طبعا دلوقتي هو القرارات اللي هي تابعة لفلسطين بسبب حق الفيتو، طبعا الامم المتحدة مش قادرة تتخذ اي قرار بسبب حق الفيتو اللي بتستخدمه امريكا عمال على بطال. فدلوقتي بيروحوا للجمعية العامة للامم المتحدة لاي قرار تجنبا لموضوع الفيتو وجع الدماغ، لان مجلس الامن عاجز تماما انه يتخذ اي قرار بسبب حق الفيتو اللي امريكا بتستخدمه على طول لحمايه اسرائيل. فالجمعيه العامه الناس بتصوت بحريه ومفيش حاجه اسمها حق الفيتو، وبيحاولوا يطلعوا قرارات مهمه. يعني المهم طلع قرار او طلع مشروع قرار ان يبقى في دوله لفلسطين لحل هذه الازمه. المفاجاه في هذا القرار ان بريطانيا صوتت لصالح القرار، ودي الحقيقه حاجه ايجابيه جدا ان بريطانيا و158 دوله اخرى تصوت لمصلحه هذا القرار. طيب انا قلت بقى بايدن او حنفي او بايدن يعني هيصوت لمصلحه هذا القرار لانه دايما بيتكلم عن حل الدولتين. بايدن من الانتخابات الرئاسيه ومن قبل الانتخابات الرئاسيه اللي كان فيها كان بيتكلم ان حل القضيه الفلسطينيه في حل الدولتين. فالقرار ده بيتبنى فكره حل الدولتين، دوله لفلسطين ودوله لاسرائيل. ايه اللي حصل؟ المفاجاه ان بايدن صوت ضد هذا القرار في حاجه مفاجاه كبيره الحقيقه، رغم انه يعني ده بيصب في الفكره اللي دايما كان بيدعمها. وطلع ان السبب ان نتنياهو ضد فكرة الدولتين. فهنا بايدن هو المعلم حنفي اللي كلمته ما تنزلش الارض ابدا، ومرات المعلم حنفي ست المتسلطة هي اسرائيل اللي بتمشي كلامها على المعلم حنفي على طول، والمعلم حنفي يقول لها خلاص هتنزل المرة دي. We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. France stands with you. وعلى ذكر بقى موضوع المعلم حنفي اللي كلمته ما تنزلش الارض ابدا، يعني الصحف الاسرائيليه وحتى الصحفيين لاحظوا ان البيت الابيض او تصريحات البيت الابيض بتطلع متطابقه مع تصريحات نتنياهو. يعني نتنياهو الصبح يطلع يقول حاجه، العصر البيت الابيض يطلع يكرروا نفس الكلام حرفيا، من غير حتى تغيير، من غير حتى يبقى في اي اختلاف بسيط في النظر. وزي ما شفنا ان هم صوتوا ضد القرار بتاع حل الدولتين، رغم ان بايدن بقاله سنين بيتكلم في موضوع حل الدولتين ده. مجرد بس بايدن نتنياهو قال لهم لا انا مش عاجبني حل الدولتين، على طول رجعوا في كلام. المهم يعني ففي المتحدث باسم الرئيس بايدن اسمه جون كيربي، في احد يعني من يومين كده كان في مؤتمر صحفي، فاحد الصحفيين سأل جون كيربي هو انت يعني ايه رأيك ان انت بقيت عامل زي المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي؟ واحرج الحقيقة جون كيربي المتحدث باسم بايدن بشكل كبير جدا. A major Israeli newspaper, Yedionot Ahronot, headline is how John Kirby became one of Israeli leading spokespeople. Is that okay with you to being portrayed as a spokesperson for a foreign country? I'm a spokesperson for the National Security Council and for President Biden on national security issues. الحقيقة جون كيربي اللي بيتابع المؤتمرات الصحفية بالفعل هو بيردد كلام إسرائيل حرفيا. عشان كده كل الصحفيين وكل الناس المهتمين بالسياسة خدوا بالهم من النقطة دي، انه اتحول لمجرد بوق للاحتلال. طيب عموما دي حاجة مش جديدة على السياسة الأمريكية.
احنا كنا نتمنى ان اداره بايدن تكون احسن شويه، لكن للاسف حتى الان مفيش تغيير. لكن مع تغيير الراي العام في امريكا وظهور الشباب ووعي الشباب بالقضيه الفلسطينيه، ربما يكون في تغيير حقيقي وقريبا في السياسه الامريكيه، ان شاء الله انها تكون اكثر توازنا واكثر عدلا. عموما نرجع للاخبار المهمه ثانيه. المحكمه العليا في ولايه كولورادو الامريكيه رفعت اسم الرئيس ترامب او منعت اسم الرئيس ترامب من انه يبقى موجود في قائمه المرشحين في الانتخابات التمهيديه اللي موجوده دلوقتي. يعني دلوقتي الحزب الجمهوري عامل انتخابات تمهيديه عشان يختاروا المرشح للحزب الجمهوري، فبيعملوا انتخابات تمهيديه. فالمحكمه العليا في كولورادو قررت ان ترامب يعني غير مؤهل انه يبقى موجود في الانتخابات التمهيديه ولا الانتخابات الرئاسيه. يعني اسم ترامب لا هيبقى موجود في الانتخابات التمهيديه ولا الانتخابات الرئاسيه. الاخطر من كده ان في قضايا مشابهه في محاكم عليا في ايوا، اعتقد ولايه تانية بنفس المعنى. ويعني معنى كده ان لو المحاكم العليا دي حكمت بنفس الحكم ده، معنى كده ان ترامب مش هيقدر انه يدخل سباق الرئاسه الامريكي. طيب ليه المحكمه العليا في كولورادو طلعت بهذا القرار؟ كان التبرير انه قالوا ان يعني ترامب كان من المحرضين على احداث 6 يناير في اقتحام الكونجرس الامريكي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين لما نتيجه الانتخابات ظهرت، مؤيدين ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس الامريكي وحصل قتلى وحصل يعني عنف غير مسبوق، وكان فعلا المحرض الاساسي على اقتحام الكونجرس، لان الكونجرس ساعتها كان بيعتمد نتيجة الانتخابات، فترامب كان بيحاول ان هو يوقف عملية اعتماد الانتخابات وانتقال السلطة بسلاسة لبايدن. يعني حرض على موضوع اقتحام المتظاهرين للكونجرس، وموضوع الحقيقة كبير جدا. فالمحكمة استغلت هذا او يعني استخدمت هذا الامر انها بتقول ان هو غير مؤهل ان هو ما يدخلش الانتخابات الرئاسية الامريكية والانتخابات التمهيدية كمان اللي بتحصل دلوقتي. ده ليه هيبقى ليه مؤشرات خطيرة، اهمها ان غير ان ترامب مش قادر يترشح، رغم ان ترامب يعني متفوق في استطلاعات الرأي على كل زملائه في الحزب الجمهوري وعلى بايدن نفسه، انه فعلا ليه شعبية، ولا كل استطلاعات الرأي حاليا بتقول كده. لكن كمان في طرف مهم بيراقب هذا الوضع بقلق شديد جدا، هو اوكرانيا. لان لو فاز ترامب في هذه الانتخابات، ترامب لن يبعث بمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهيجبر أوكرانيا على التنازل على مناطق كبيرة جدا من أوكرانيا لصالح روسيا، ومنها شبه جزيرة القرم اللي لحد دلوقتي أوكرانيا بتحاول أنها تستردها بالوسائل العسكرية، وبتحاول أنها تسترد بعض المناطق اللي احتلتها روسيا. فهنا في خوف كبير جدا من أوكرانيا ان لو ترامب جه في السلطة هيجبرهم وهيمنع عنهم المساعدات العسكرية اللي تخليهم يقدروا يقفوا قدام روسيا في حرب طويلة او يقدروا يحرروا ارضهم. فهيضغط عليهم في المجال الدبلوماسي لتسوية مع روسيا والتنازل عن ربما حوالي 20% من اراضي اوكرانيا. فدي ربما تكون اخبار جيدة لاوكرانيا لو ترامب يعني فقد قدرته على الترشح للانتخابات. لكن ترامب قال انه هيذهب بقى للمحكمة العليا اللي هي بتاعت الولايات المتحدة الامريكية كلها. يعني في كل ولاية ليها محكمة عليا، وفي بقى محكمة عليا للولايات المتحدة الامريكية كلها. فقال ان ترامب هيطعن في المحكمة العليا الامريكية اللي هي اكبر واحدة. يعني طبعا عندهم القضاء ما بياخدش وقت، يعني القضاء سريع، على طول بياخدوا القضايا وبيطلعوها بسرعة. فهنشوف يعني ايه اللي هيحصل، لكن بالتأكيد ده هيبقى منعطف تاريخي مهم. ويعني كتير جدا من مراقبين السياسة بيقولوا ان دي نقطة خطيرة جدا في السياسة الامريكية اذا بالفعل تم منع ترامب من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة. طيب في برضو تقرير عسكري مهم جدا تم نشره هذا الاسبوع. التقرير ده بيتكلم عن تكلفة وقف الصواريخ والمسيرات الحوثية في مضيق باب المندب، وقالوا ان الصاروخ الواحد
حاملات الطائرات بتستخدمه تكلفته 2 مليون دولار علشان يسقط طائرة أو صاروخ من بتاع الحوثيين اللي لا تزيد تكلفته بأي شكل من الأشكال عن 2000 دولار. يعني أنت بتستخدم صاروخ ب 2 مليون دولار عشان توقع حاجة ثمنها أقل من 2000 دولار. طبعا المعادلة الحقيقة يعني خراب بيوت. لكن عموما اللي بيدفع يعني الفلوس دي هو دافعي الضرائب الأمريكيين اللي ما عندهمش فكرة خالص إن فلوسهم يعني بتروح بهذا الشكل وبيتم إهدارها بهذا الشكل. غير بقى موضوع الإهدار كمان، يعني هوري حضراتكم حاجة غريبة جدا. إسرائيل بتحاول تكسب المعركة الإعلامية اللي خسرانة، اللي هي خسرتها بشكل كبير إلى الآن الرأي العام العالمي وجوه أمريكا وبره أمريكا وفي أوروبا ضد إسرائيل بسبب أفعالها. فإسرائيل ما بتحاولش تحسن أفعالها، لكن بتحاول إنها تروج يعني أكاذيب لتجميل صورتها. فزي الفيلم أنا لا أكذب لكني أتجمل، يعني مجرد هما ما بيحاولوش يحسنوا من أفعالهم، ما بيحاولوش يبطلوا إجرام، ما بيحاولوش يبطلوا إرهاب، لكن بيحاولوا دايما يحسنوا من صورتهم. فشوفنا حاجة غريبة أول الأسبوع ده، إن في إعلان كبير جدا يعني اتحط فيه أكبر ميدان في نيويورك، ميدان التايم سكوير، وده من أكبر ميادين نيويورك وبيزوروا ملايين البشر كل سنة، بيهاجم فيه المقاومة الفلسطينية. خلينا نشوف مع بعض الإعلان الضخم اللي موجود في ميدان التايم سكوير بيدين المقاومة الفلسطينية. طبعا ملايين بيتم دفعها لهذا الإعلان، يعني خصوصا في هذا المكان. طبعا مكان غالي جدا زي ما قلت لحضراتكم، ميدان تايم سكوير ده بيزوروا ملايين من البشر كل سنة، ملايين. فمعنى وجود إعلان بهذا الحجم في هذا المكان إنه برضو بيتم صرف ملايين لتحسين صورة إسرائيل. لكن الشيء الطريف إن في هذا الميدان نفسه عشرات الآلاف من الأمريكيين وغير الأمريكيين والمسلمين بينزلوا في نفس الميدان ده يتظاهروا لدعم فلسطين. في نفس الميدان، ميدان التايم سكوير، عشرات الآلاف كل أسبوع بينزلوا وفي مظاهرات ضخمة جدا لإدانة إسرائيل في نفس ميدان التايم سكوير ده. يعني عشان الناس اللي بتصرف ملايين على هذه الإعلانات بقول لهم مفيش داعي تضيعوا فلوسكم. الناس مش أغبياء، الناس عارفة وشايفة وشايفين الإجرام. الشهداء عدوا أكتر من 20,000، أكتر من 53,000 مصاب. فتوقفوا عن الإرهاب وتوقفوا عن الإجرام، ربما ده يحسن من صورتكم قليلا. لكن هذه الإعلانات، احنا دلوقتي عايشين في عالم تاني، التواصل الاجتماعي وغير التواصل الاجتماعي والحصول على المعلومة أصبح أسهل. فما تقدروش تستخدموا نفس الوسائل القديمة اللي كنت بتضحكوا بيها على الناس في الماضي. دلوقتي احنا في عالم مختلف، فالفلوس اللي انتوا دفعتوها في الإعلان دي، في الإعلان اللي بتاع تايم سكوير، يعني بلوها واشربوا ميتها. عموما عايز اوري حضراتكم برضو، علشان احنا اتكلمنا على الإرهاب اللي بتقوم بإسرائيل. الإرهاب اللي بتقوم بإسرائيل ضد الناس كلها. يعني في شهادة مهمة من والد أحد القتلى الإسرائيليين الثلاثة اللي كان مأسور في غزة، وبعد كده طلع ومعاه أسيرين تانيين ومعاه علم أبيض، وقلع التيشيرت بتاعه عشان لما الجيش الإسرائيلي يشوفه يعرف إنه ما عندوش متفجرات ولا حاجة، وبيكلمهم بالعبري باللغة بتاعتهم. ومع ذلك الجيش الإسرائيلي قتل الثلاث أسرى دول. فخلينا نشوف شهادة مهمة جدا من والد أحد الثلاثة الأسرى اللي إسرائيل قتلتهم، وهو كان ضابط في قوات النخبة الإسرائيلية، وحماس أسرته في 7 أكتوبر، وطلع من غزة ومعاه علم أبيض، ومع ذلك يعني إسرائيل قتلته. وبعد كده الجيش الإسرائيلي قال إن إحنا قتلناه بالغلط. Serving in the army and special forces alone is a brave guy. The army did not act as an army. They act like murderers. They just shoot to kill. I'm really angry. I asked the government stop the shooting, and look what's happened.
What is your message to the government? You murdered my son twice. You let the Hamas take my son on October 7th, and you killed my son on December 14th. They are not our leaders. They're thinking only on themselves. They are not thinking about the hostages. مرتزقة ومجرمين، هو ده اللي قاله والد القتيل الإسرائيلي اللي الجيش الإسرائيلي قتله رغم أنه كان ماسك علم أبيض ورغم أنه كان قالع التيشيرت بتاعه وبيكلمهم بالعبري علشان يتأكدوا أن هو يعني مش فلسطيني. تخيلوا بقى هم بيعملوا إيه مع الفلسطينيين. معنى كده أن الجيش الإسرائيلي بيقتل أي حد بدون تمييز، ماسك علم ابيض مش ماسك علم ابيض، ما عندوش اي قواعد اشتباك. يعني في حاجه اي جيش في الدنيا عنده حاجه اسمها قواعد اشتباك، لكن لما يبقى تلاقي واحد ماسك علم ابيض وتقتله برضه، معنى كده ان هم بيقتلوا بشكل عشوائي وبشكل اجرامي يعني زي ما احنا شفنا. فتخيلوا الفلسطينيين بيحصل فيهم ايه من هؤلاء القتله الفجره. طيب بما ان احنا بنتكلم على الانتخابات دلوقتي الامريكيه وترامب وتم منع ترامب يعني من او يعني القرار بتاع المحكمه العليا في كولورادو بمنع ترامب من الترشح سواء في الانتخابات التمهيديه او في الانتخابات الرئاسيه، عايز ارجع بحضراتكم شويه صغيرين، نرجع لحد شهر 7 تحديدا يوم 12/7/2020. المرشح جو بايدن يعني كان بيهاجم السيسي وكان بيقول ان لا يوجد شيكات على بياض للسيسي الدكتاتور المفضل لترامب. خلينا نفتكر مع بعض كلام جو بايدن سنة او المرشح جو بايدن في 12/7/2020. استنكر جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي لانتخابات الرئاسة استنكر تعرض معارضين مصريين كمحمد عماشة وسرى حجازي ومحمد سلطان للاعتقال والتعذيب والنفي من بلادهم مصر. كما رفض بايدن تهديد عائلات النشطاء المصريين المعارضين، وأكد أنه لن يعود هناك مزيد من شيكات على بياض للدكتاتور المفضل لدى الرئيس الأمريكي وفق تعبيره. زي ما حضراتكم شفتوا ده كان كلام المرشح بايدن عن السيسي في 2020، دكتاتور ترامب المفضل. طيب ايه حكاية دكتاتور ترامب المفضل دي لها قصة ظريفة قوي. ان كان في مؤتمر في فرنسا، اعتقد قمة ال7 دول، والسيسي كان رايح طبعا يتلزق كده عشان يعني يقابل ترامب. المهم يعني على هامش هذا المؤتمر يعني المهم كان في الفندق اللي قاعد فيه ترامب وقاعد فيه السيسي، ترامب نزل هو والوفد بتاعه في الفندق ولقى الوفد المصري قاعد بس ما كانش معاهم السيسي، كان موجود سامح شكري وعباس كامل اعتقد اللي ماسك المخابرات حاليا او حاجه كده. المهم فترامب بأعلى صوته بيقول لهم فين ديكتاتوري المفضل، فين السيسي؟ فحصلت حاله من الصمت والصدمه كبيرة قوي للوفد الأمريكي اللي حس بالإحراج، والوفد المصري اللي هو سامح شكري وعباس كامل من كلمة يعني رئيس ترامب إن بيقول فين ديكتاتوري المفضل السيسي، أنا عايز أقابله. فأدي فكرة أو قصة كلمة ديكتاتوري المفضل اللي استخدمها المرشح بايدن سنة 2020 وقال إن مش هيبقى فيه شيكات على بياض يعني أو دعم للسيسي لو بايدن كسب في الانتخابات. تدور الأيام وديكتاتور ترامب المفضل اللي هو السيسي يبقى ديكتاتور بايدن المفضل. ليه بقى؟ علشان للأسف إلى الآن بيتم استخدام معبر رفح لتجويع أهل غزة ويعني منع عنهم المساعدات الطبية والأكل وكل شيء علشان إسرائيل تستخدم هذه الورقة في المفاوضات. هل الكلام ده حقيقي؟ يعني احنا بنسمع كلام كتير. طيب في برلماني أوروبي راح إلى معبر رفح وقرر ان هو يصور بنفسه هذه المهزلة ولقى التالي، لقى مئات العربيات النقل واقفة قدام معبر رفح وبيدخلوا. معبر رفح قبل الحرب كان بيحتاج حوالي 500 شاحنة في اليوم، وفي دي كانت بتكفي 2 مليون بني آدم عايشين في قطاع غزة.
ايه اللي حصل دلوقتي بقى؟ السيسي عامل ايه دلوقتي في معبر رفح ده؟ حاجه غريبه جدا. بيقول ان هو بيدخلوا عربيه واحده كل ساعه. يعني لو المعبر شغال 24 ساعه والمعبر مش شغال 24 ساعه، بس هنفترض انه شغال 24 ساعه، 24 شاحنه بتدخل كل يوم. هل ده يسد احتياجات القطاع اللي كان قبل الحرب بيحتاج 500 شاحنه يوميا تدخل؟ اكيد هم دلوقتي محتاجين ربما 1000 شاحنه تدخل قطاع غزه علشان تعوض الفتره الكبيره جدا اللي ما كانش بيدخل فيها اي حاجه خالص. عموما علشان نشوف بنفسنا، خلينا نشوف البرلمان الأوروبي من قدام معبر رفح وهو الحقيقة بيستنكر هذه الجريمة. So this is the main truck park. You can see all the way back that way, as far as the eye can see. And this is all parked up here, all the way back there. And as you go through here, you can see that there's the same on this side, all the way up as far as the eye can see, and all the way back there. So what we're looking at is an absolute travesty, because I'd say we've just been to the Rafah crossing and maybe one truck is getting through every hour, and there's 2.3 million people really suffering from want of food, fuel and medicine, and humanitarian access is just a basic right of people in conflict and it's been denied to them. So what we can do is draw attention to this humanitarian catastrophe and to call out this injustice. الحقيقة جريمة بشعة ان يدخل شاحنة واحدة يعني كل ساعة. عشان كده زي ما شفتوا حضراتكم الشاحنات واقفة، طوابير مئات الشاحنات واقفين يعني امام المعبر منتظرين الدخول، والشعب شعب الغزة المحاصر بيموت من الجوع والشاحنات واقفة قدام المعبر مش عارفة تدخل بسبب ديكتاتور بايدن المفضل. فعرفنا ليه هو دلوقتي بقى ديكتاتور بايدن المفضل، لانه للاسف بيستخدم هذه الورقه لتجويع الشعب في غزه. الناس دلوقتي في غزه بتاكل ورق شجر، وعشرات السيارات او الشاحنات بتحمل الغذاء والطعام والدواء على امتار قليله يتم منعها من الدخول، ويتم ادخال شاحنه واحده كل ساعه. جريمه ما بعدها جريمه. الولايات المتحدة الأمريكية بتستخدم كل وسائلها للضغط على المقاومة، ومنها استخدام السيسي علشان يضغط على المقاومة ويجوعها. وشوفنا شعب غزة يعني 71% من شعب غزة حاليا مش لاقي ياكل. الناس بتاكل ورق الشجر، الناس بتاكل أي حاجة. هي شيء الحقيقة مفزع جدا، رغم ان دول كتير جدا اتبرعت، ورغم ان في معونة واكل كافية جدا لو دخلت لشعب غزة كافية جدا انها تحل المشكلة، لكن هم بيستخدموا هذه الورقة لتركيع شعب غزة. وان شاء الله هيفشلوا في هذا المخطط الجهنمي، بما انهم فشلوا في المخطط العسكري فبيستخدموا هذه الوسائل القذرة، وبيستخدموا عملائهم للأسف في المنطقة للضغط على شعب غزة. كل ده ليه؟ كل ده عشان يعملوا حاجة اسمها هدنة إنسانية جديدة. طيب الهدنة الإنسانية القديمة اللي هي أنا كنت الحقيقة مش موافق عليها، يعني لأن يعني تم إخراج بعض الأسرى الإسرائيليين معززين مكرمين، وإسرائيل خرجت بعض الأسرى الفلسطينيين بعد ضربهم والاعتداء عليهم، وفي بعض الأطفال تم تكسير عظامهم وتم إخراجهم. وبعد كده إسرائيل بعد هذه الهدنة إسرائيل اعتقلت عشرات أضعاف الأسرى الفلسطينيين اللي تم إخراجهم، واستمرت المذبحة مرة أخرى. فالمستفيد في هذه الحالة هي كانت إسرائيل فقط لا غير، إن هي قدرت إنها تسترجع بعض من الأسرى اللي كانوا موجودين عند حماس. طيب إذن فكرة الهدنة الإنسانية المؤقتة فكرة فاشلة لم تنجح. إحنا بندور على حل دائم، بندور على وقف دائم لإطلاق النار بعد كده وسحب كامل لقوات إسرائيل من غزة، وبعد كده يمكن التحدث عن تبادل للأسرى. بس النقطة المهمة إن إحنا محتاجين نوع من التوازن الاستراتيجي. الحقيقة كافة التحالف الدولي كلها منحازة ناحية إسرائيل. إحنا نقدر نعمل تحالف استراتيجي إن يجب أن المقاومة يجب أن تجبر الجميع أن يكون لروسيا والصين دور. محتاجين هذا التوازن، ما يبقاش كل يعني أو كل الموجود حاليا
بيدعم إسرائيل والمقاومة وحيدة. فإحنا محتاجين إن قوة عظمى تدعم المقاومة، ومحتاجين روسيا والصين إن هم يكونوا في الصورة، وإن هم يكونوا جزء من المفاوضات، وإن لو في مفاوضات يكون في ضمانات روسية صينية. دي الحقيقة نقطة في منتهى الأهمية، فكرة التوازن الاستراتيجي اللي احنا بندور عليها، اللي ممكن بالفعل تؤدي إلى حل. لكن أمريكا زي ما حضرتك شفت والمعلم حنفي يعني منحاز بشكل أعمى لإسرائيل. أي حاجة بتقولها إسرائيل، أي حاجة بيقولها نتنياهو بيطرع يرددها زي البغبغان. بيدفع 2 مليون دولار في صاروخ عشان يوقع طائرة بدون طيار ممكن توصل إسرائيل ثمنها 2000 دولار. فده بيوريكم الناس بتفكر ازاي. اذا احنا بحاجة للتوازن الاستراتيجي. العالم محتاج لعالم متعدد الأقطاب، واحنا بالفعل قربنا من هذه المرحلة. يجب أن يعني روسيا والصين يكونوا موجودين في هذه المفاوضات، ويكونوا جزء من أي ضمانات دولية مستقبلية لحماية شعب غزة من الإجرام الإسرائيلي، لأن لا يمكن الوثوق بكلمة واحدة تقولها إسرائيل. هم لا يحافظون على وعودهم أبدا. بشكر حضرتك جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.